أنابيب كتير وألوان مختلفة، بس عمرك سألت نفسك هما ليه مختلفين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في الفيديو التاني. لو أنت لسه طالب أو متخرج وبدأت رحلتك، رحلة التعب، رحلة إنك بتواجه مشاكل ومصاعب وتحديات، مهما قابلك من تعب وتحديات كمل، احلم واتعب. مش عيب خالص إنك تحلم، بس العيب إنك ما تسعاش. مش عيب خالص تبقى عايز تنجح، بس مش بالحظ، بالمجهود. القاعدة دي مش أنا اللي حطيتها، القاعدة ديت ملك واحد بس هو اللي حطها، الملك العادل ربنا. فقال لك اسعى وملكش دعوة بالنتيجة، أيا كان النتيجة اتأخرت هتيجي، مش دلوقتي، بعدين، مش النهاردة، بكرة، مش بكرة كمان سنة سنتين. فملكش دعوة بالنتيجة، اسعى وسيبها على ربنا. اوعى تيأس من النتيجة، النتيجة كده كده جاية، وصدقني هتنبهر بيها. كمل، خليك واثق في ربنا انك هتوصل ان شاء الله. يلا بينا يا اصدقائي نشرح في الفيديو التاني مع بعض. الفيديو ده مش صعب، بس فيه معلومات مهمة، معلومات عايزة تترتب، معلومات انت محتاج تجيب فيها قلمك والدفتر بتاعك وكوباية الشاي وتقعد تسمع بمزاج كده. اول حاجة اما يجي في دماغك فكرة تحليل طبي، بتشوف انابيب كتير، بتشوف انابيب مليانة الوان، وبتقعد تسأل نفسك هي الانابيب الكتير دي ايه لازمتها؟ طب ما انا ممكن انبوبة واحدة تغنيني عن كل حاجة، ما الانبوبة بيتحط فيها دم. طب انا عايز اقولك على حاجة بس في الاول، انت لما بتيجي تسحب عينة الدم، عينة الدم جوه جسم الانسان ما بتتجلطش طبعا. يعني الدم طول ما هو ماشي في جسمك الدم ما بيتجلطش، الدم ماشي زي المية، ماشي 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 ماشي. تيجي انت تطلع الدم من جسم الانسان، لو طلعت الدم في سرنجة او طلعت الدم حطيته في اي انبوبة هتلاقي الدم اتجلط. هو الدم اتجلط ليه؟ الدم اتجلط عشان طلع بره المسار بتاعه. يعني ايه المسار بتاعه؟ ربنا اما جاي يعمل لك المسار بتاعك جوه جسمك عمل لك وعاء دموي، وعاء دموي ناعم جدا 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 لدرجة ان الدم بتاعك ما يتجلطش. انت متخيل ان الوعاء دوت لو في سنة خشونة ممكن دمك يتجلط؟ فسبحان الله، درجة نعومة الوعاء بتاعك احنا مش هنتخيلها. فانت متخيل انك لو طلعت، شوف انت الانبوبة اللي انت شايفها دي، شوف ناعمة قد ايه، لو طلعت الدم فيها هيتجلط. شوف هي ناعمة قد ايه، الوعاء الدموي بتاع جسم الانسان انعم من كده بكتير. فسبحان الله. فهم لما جم يجيبوا الانابيب قال لك لو احنا جبنا انبوبة فاضية خالص وحطينا فيها الدم هيتجلط. نتيجة ايه؟ نتيجة حاجة اسمها عوامل التجلط، في فاكتور بيتنشط بعد كده هنشرحه ان شاء الله في المحاضرات اللي بعد كده. بس خلينا واحدة واحدة. لو جينا جبنا الدم وحطيناه في انبوبة فاضية الدم ده هيتجلط. كون ان الدم يتجلط، فانا لو انا عايز اكشف عن الدم كله مش هستفاد، ما الدم اتجلط. فراح قالوا لك ايه؟ راح اقول لك طب احنا عايزين نجيب حاجة اسمها مانع تجلط، نحافظ على الدم ده كأنه جوه جسم الانسان بالظبط. يعني ايه جوه جسم الانسان بالظبط؟ يعني الخلايا بتاعته مش متجلطه، البلازما بتاعته ماشيه كويس، فانا اقدر ابحث عن الدم ككل مش كحاجه معينه. قال لك خلاص، طب ما نجيب ماده اديتا. ماده اديتا دي ماده مناعه للتجلط. قال لك بس ماده الاديتا دي مش هتنفعني كمانع تجلط في كل التحاليل. لو انا عايز استخدمها في تحاليل معين مش هتنفعني في تحاليل تانية، فلازم نشوف مواد منع التجلط تانية. قال لك خلاص نجيب ماده اسمها ماده ستريت، وهكذا. طب احنا هنجيب المواد دي كلها، ما الناس هتتلخبط. طب ما هنجيب المواد دي كلها نحطها في الانابيب، طب ما الانابيب كده هنتلخبط، لازم نعلمها. فنعلمها من ايه؟ نعلمها من الغطا بتاعها. فقال لك وليكن انا دلوقتي جبت ماده الاديتا، احنا هنجيب ماده الاديتا نحطها جوه تيوب، والتيوب دي هنسميها اديتا تيوب. الاديتا تيوب دي هنعلمها بلون، وليكن نديها اللون الموف اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. اللون الموف ده خلاص هو علم الانبوبه سماها باسمها، كأن هي حجزت اللون بتاعها بكل حاجه. فخلاص احنا هنسمي الانبوبه اللي هي غطاها لونه موف هنسميها اديتا تيوب، وهكذا. اي انبوبه هنحط فيها ماده منع للتجلط هنسميها باسم معين ونحط لها لون للانبوبه، اللون للغطا بتاعها. فكده ميزناهم عن بعض. احنا عندنا دلوقتي هنتكلم عن
الإيديتا تيوب. الإيديتا تيوب دي هنتكلم عنها في كل تيوب هنتكلم عنه، هنتكلم عن الكالر والكونتنت المادة اللي جواها والميكانيزم اللي شغالة بيه والبريباريشن وأشهر التستات اللي بتتعمل بالتيوب دي. طبعا احنا قلنا اللون بتاعها الفايلوت اللي انتوا شايفينه قدامكم، اللون الموف. الأنبوبة دي اللي محطوط جواها مادة الإيديتا. محطوطة ازاي؟ هنعرف ازاي بتشتغل. اما جم يشوفوا جسم الانسان لقوا جسم الانسان مليان فاكتورات كتيره. اي فاكتور فيهم لو اتنشط تبتدي سلسله التفاعلات اللي تؤدي لتجلط الدم. طيب الإيديتا دي لو جت اشتغلت بتشتغل على حاجه اسمها الكالسيوم، بتمسك في الكالسيوم بتمنعه ان هو يؤدي وظيفته. الكالسيوم ده لو موجود هيبتدي عوامل التجلط تشتغل. قال لك خلاص، طب ايه المشكله لو انا جيت شلت الكالسيوم من الدم؟ مين اللي هيشيل الكالسيوم من الدم؟ الإيديتا. فالإيديتا تيجي تسحب الكالسيوم من الدم. قال لك بس في حاجه، انا الإيديتا دي مش هحطها كده، مش هجيب الماده اروح حاططها كده، احطها في صوره ملح. طب انا احطها في صوره ملح ازاي؟ عن طريق تفاعلات كيميائيه. بيجيبوا الإيديتا دي يفعلوها مع الصوديوم او البوتاسيوم. بتلاقي كده الإيديتا من بره عليها البوتاسيوم او الصوديوم. طب احنا ايه اللي بنشتغل بيه واللي بنفضله؟ البوتاسيوم إيديتا. ليه بنحب البوتاسيوم إيديتا في الشغل بتاعنا؟ لان البوتاسيوم بيبقى سهل ان هو يدوب، يعني لما بتيجي تحط الدم في التيوب سهل ان هو يدوب فيها، فبالتالي التفاعل يبقى اسرع. يعني ايه؟ يعني انت جبت الدم حطيته في التيوب فلقيت البوتاسيوم إيديتا، فالبوتاسيوم إيديتا دابت في الدم بسرعه فادت ان الدم يتمنع تجلطه بسرعه. عكس الصوديوم عشان يشتغل ويمنع التجلط محتاج وقت شويه، فالوقت الشويه ده ممكن يؤدي يعني يحصل جلطه صغيره. فعشان نتفادى غلط فقال لك ايه؟ كل تيوبات الإيديتا المفضله اللي احنا نشتغل بيها على عينات الدم هي ايه؟ هي البوتاسيوم. خلاص فهمنا دي. فهم بيجيبوا الباودر بتاع الإيديتا اللي هو السولت، يعني اللي هو البوتاسيوم إيديتا، ويفعلوه ويحطوه في ميه ويعملوا منه سوليوشن، وبعد كده ياخدوا منه كميه معينه يحطوها في التيوب. كل تيوبه ليها كميه معينه. الكميه المعينه دي قد ايه؟ الكميه المعينه ديت والله قال لك بيجيبوا 1 جرام من الإيديتا يحطوه على ال 100 مللي ديستلد ووتر، يقلبوهم يعملوا سوليوشن. بعد كده راحوا جايين واخدين 50 مايكرو من السوليوشن ده يحطوه على 1 مللي من البلاد. واننا معظم التيوبات معظم التيوبات اخرها 2 مللي، يعني بيبقى في علامه كده. انت المفروض الصح انك ما تعديش العلامه طبعا، فانت اخرها 2 مللي مثلا، فانت لكل مللي بتحط 50 مايكرو، فانت ال 2 مللي بتحط لهم كام مايكرو؟ 100 مايكرو. فانت عشان تجمع عينه دم 2 مللي بتحط لها 100 مايكرو من الإيديتا، فدي تمنع تجلط الدم. تمام كده احنا اتكلمنا عنهم اهو، عرفنا ازاي الإيديتا بتشتغل. قلنا الإيديتا بتشتغل على الكالسيوم، بتمسكه فبالتالي تمنع تجلط الدم، لان الكالسيوم ده احدى عوامل التجلط. لو موجود عمليه التجلط هتشتغل وبالتالي الدم هيتجلط. اشهر التحاليل اللي بتتعمل في ماده الإيديتا في التيوب الإيديتا عامه، اشهر تحليل انتوا بتشوفوه السي بي سي وفصيله وسكر تراكمي. طب انا ليه بعمل سي بي سي منه؟ طب ما انا قلت لك في الاول، انا دلوقتي لو سبت عينه الدم دي تتجلط انا مش هكشف عن الدم ككل، مش هشوف خلايا دم حمراء، مش هشوف خلايا دم بيضاء، كل ده اتجلط فانا مش هشوفه. فانا عايز حاجه تمنع لي تجلطه عشان اعرف اعده، وبالتالي حطيت إيديتا تمنع التجلط، فبالتالي اشتغلت منه سي بي سي اللي هي كومبليت بلاد كاونت، صوره دم كامله وفصيله وسكر تراكمي عشان بشتغل كدم ككل، وطبعا تحاليل تانية كتير هنعرفها بعد كده. بس احنا فهمنا فكره التيوب كده بتشتغل ازاي، لونها ايه، جواها ماده ايه، الماده دي عباره عن ايه. طب انا لو عايز احضر الماده هحضرها ازاي، واشهر التحاليل اللي بتحصل فيها. تاني انبوبه اسمها صوديوم ستريت تيوب. قلنا الإيديتا ميزوها، قال لك خلاص الإيديتا انت هتاخدي يا إيديتا اللون الموف بتاعك هيبقى جواك الإيديتا. طب الانبوبه دي هتاخد اللون اللبني، يبقى اول ما تشوف اللون اللبني تعرف ان جواها ماده اسمها صوديوم ستريت. طب الصوديوم ستريت دي بتتحط ازاي؟ بيجيبوا 3.2 جرام من الصوديوم ستريت، بيحطوهم في 100 مللي ديستلد ووتر. نفس الفكره، الإيديتا كانوا بيجيبوا كام جرام؟ كانوا بيجيبوا 1 جرام. هنا بيجيبوا 3.2 جرام بيحطوهم في 100 مللي ديستلد ووتر. لو انت عينه الدم بتاعتك، لو انت التيوب بتاعتك 2 مللي، انا عشان اظبط نسبه البلاد الانتي كواجولانت بجيب ايه؟ بجيب 1.8 مللي من البلاد
ل2 من 10 مللي من الصوديوم ستريت اللي هو الانتي كواجولانت. لو حسبنا النسبة دي بالظبط هتلاقيها 9 ل1. يعني نسبة الدم للانتي كواجولانت 9 ل1 عشان تديك نتيجة مظبوطة. والتيوب دي بالذات لازم نوصل لحد العلامة. ليه؟ لانك لو قللت او زودت فانت بتزود العوامل التجلط، فانت هيديك نتائج مختلفة ونتائج غلط في نتائج السيولة. عشان كده لازم مهمة جدا نسحب لحد العلامة بالظبط، عشان كده حطوا النسبة دي 9 ل1. هنرجع تاني بس عشان نقول حاجة مهمة. ازاي التيوب دي بتشتغل؟ احنا قلنا الايديتا كانت بتشتغل ازاي. الايديتا عندها خوالب بتمسك الكالسيوم ايونايزد جامد، وبالتالي وقفت احد عوامل التجلط. فلو واحد بس من عوامل التجلط وقف، بقيه السلسله ما بتشتغلش. التيوب دي بتشتغل ان هي بتاخد الايونايزد كالسيوم برضه، بتشتغل على الكالسيوم برضه، بس بتحوله لحاجه اسمها ان ايونايزد سوليبل كومبلكس، يعني بتحوله لحاجه كومبلكس. طب ما نفس الفكره. طب ما احنا قلنا الايديتا بتمسك في الكالسيوم وبالتالي ما بتشغلش عمليه التجلط، ودي بتمسك في الكالسيوم ما بتشغلش عوامل التجلط. قال لك لا، خلي بالك بقى، هنا مهمه جدا، لازم تكون عارف انت بتشتغل التحاليل، فلازم تكون فاهم الحته دي كويس قوي. ازاي؟ صوديوم ستريت لو انا جيت حطيت لها كالسيوم تاني، التفاعل يمشي ريفرسبل، يرجع تاني الدم يتجلط. عشان كده قال لك ايه؟ الايديتا ما بتشتغلش في تحاليل السيوله، ولكن الصوديوم ستريت هي اللي بتشتغل. عشان كده خلوا الصوديوم ستريت تشتغل لكل تحاليل السيوله. فانت لو جيت سحبت عينه ايديتا تقول لي اشتغل لي منها سيوله، اشتغل لك منها ازاي؟ فهمت؟ فانت لازم تكون عارف حاجه مهمه، الايديتا ما بتشتغلش في تحاليل السيوله. ليه؟ لان الايديتا مجرد ما بتتحط على الدم مستحيل يرجع تاني يتجلط، عكس الصوديوم ستريت. لو جيت ضفت له كالسيوم من بره تاني، الدم هيتجلط ويرجع ريفرسبل تاني. فدي حاجه مهمه جدا. وبيقولوا على الكومبلكس ده اللي هو ويكر، طبعا ويكر ضعيف. اشهر التحاليل زي ما قلنا بي تي، البروثرومبين تايم، والتيكيتد بارشر ثرومبوبلاستين تايم، والاي ان ار، والدي دايمر. نيجي بعد كده للانبوبه السوداء. الانبوبه السوداء الماده اللي جواها صوديوم ستريت. الصوديوم ستريت اللي جواها بيختلف عن الصوديوم ستريت اللي في الانبوبه اللبني، اللي هو تركيزه 3.8%. النسبة بتاعته للدم 1 ل4. يعني لو جبت 1.6 مللي من الدم، هتحط عليه 4 مللي صوديوم ستريت، وكده يبقى حضرت الأنبوبة. أشهر التحاليل اللي بتتعمل فيها هو تحليل اي اس ار، سرعة الترسيب. هنفهم سرعة الترسيب بعد كده إن شاء الله. بعد الايديتا والصوديوم ستريت هنتكلم على الأنبوبة اللي هي اللي لونها رمادي ولا رصاصي على حسب ما أنت شايف اللون. المادة اللي جواها على حسب اسمها، احنا قلنا كل أنبوبة جواها مادة هتتسمى بيها. انتوا ليه حطيتوا صوديوم فلورايد وبوتاسيوم اكزاليت في الانبوبه دي؟ ليه؟ لما كنتوا تحطوا ماده واحده يعني. ما انتوا كل اللي فات حطيتوا ماده واحده، اشمعنى دي حطيتوا مادتين؟ قال لك لا، احنا هنا حطينا صوديوم فلورايد لغرض احنا هنشتغل منها تحليل السكر. فاحنا مش عايزين تحليل السكر تقل. يعني مش لو سحبت منك عينه سكر، السكر المفروض لو سحبته مع الوقت، لو سحبت عينه سكر منك وسبتها كده، لو سحبت عينه سكر منك في تيوب فاضيه او في سرنجه وسبتها، في كل ساعه ممكن تخسر 5 ل7 يعني 5% من قيمه السكر دي، من تركيز السكر. قال لك لا، طب ما احنا في ناس ممكن تسحب وتسيب وقت. فقال لك لا، اسحب على التيوب دي الصوديوم فلورايد، يوقف السكر تركيزه يقل عن طريق ان هو بيمنع حاجه اسمها انزيم الانوليز. لو حد فاكر يعني، الانوليز ده كان بيشتغل في عمليه الجلايكوليزيس في الاكسيديشن عامه، فكان ليه خطوات في الاكسيديشن كده، فهو بيروح يشتغل على الانزيم يوقفه. حط لك بوتاسيوم اكزيليت عشان يمنع تجلط الدم، يبقى في سيوله كده في التيوب عادي، تبقى شغاله معاك، واما تيجي تفصلها تطلع البلازما منها وتشتغل منها عادي. البريباريشن هنجيب لو انت بتحضرها يعني كده كده انت التيوب بتجيلك جاهزه، يعني اي تيوب بتجيلك جاهزه. فخطوه البريباريشن عامه انت مش عايز تشغل دماغك بيها، او انت خليها قدامك لو احتجتها تشتغل منها يعني. فانت بتجيب في التيوب الواحده بتجيب 5 مللي جرام من الصوديوم فلورايد، و2 مللي جرام من البوتاسيوم اوكزاليت لكل مللي دم. اشهر التحاليل اللي بنعملها هنا زي ما قلنا، احنا هنا بنشتغل تحليل السكر عشان نحافظ على تركيز السكر. وتحت سايب لك ملحوظه، انا بقول لك ايه؟ بقول لك ان الانبوبه دي مش مناسبه للكواجيليشن تيست. ليه مش مناسبه للكواجيليشن تيست؟ احنا قلنا التيوب دي لو سبتها مع الوقت هتتجلط، لان البوتاسيوم اوكزاليت ضعيف. ملحوظه مهمه قلناها برضو، لو احنا سحبنا الدم من غير انبوبه الصوديوم فلورايد وبوتاسيوم اوكزاليت، الجلوكوز هيقل 5 ل7% لكل ساعه. ليه؟ نظرا للجلايكوليزيس. فهمنا دي. نيجي الانبوبه اللي انت شايفها قدامك اللي لونها اخضر، يعني انبوبه شكلها جميل قوي بس ملهاش استخدامات كتير. الانبوبه دي بتشتغل ازاي؟ احنا فيها هيبارين. فالهيبارين احنا لو هنعرف بعد كده ان الهيبارين بيشتغل في عمليه التجلط. اول حاجه، لو الهيبارين اتحط على الدم بيروح رايح لفاكتور 10 كده، فاكتور من ضمن الفاكتورات، بيروح رايح ماسك فيه يقول له انت والله مش هتشتغل، لو عملت انا مش هشغلك. ففاكتور 10 ده لو ما اشتغلش في عوامل التجلط
انسى ان عمليه الجلطه تحصل، ولا هيكون ولا بروثرومبين يتحول لثرومبين ولا فايبرونوجين يتحول لفايبرين، ومفيش اي تجلط هيحصل. فاحنا قلنا الهيبرين ده يروح شغال على يروح يجيب فاكتور 10 كده من قفاه، يروح ماسكه يقول له انت مش هتشتغل، وبالتالي يوقف عمليه التجلط. البريباريشن برضو احنا قلنا ايه مش مهم، انت كده كده التيوب هتجيلك زي ما هي. فانت لو بتحضرها بتجيب 1 من 10 مللي من السوليوشن بتاع الهيبرين ليثيوم اور صوديوم، تحطه على 5 مللي من البلاد. في حاجه مهمه هنا عايز اقولها برضو، بس يعني ايه معظم الناس بتشتغل في بانبوبه السيرم اللي احنا هنشرحها. لو انا دلوقتي عايز اشتغل تحليل الصوديوم، لو انت عايز تشتغل تحليل صوديوم وقدامك تيوب هيبرين، تيوب الهيبرين دي لو هي صوديوم هيبرين، فانت بتقيسها هتلاقي الصوديوم طلع ارقام فلكيه. ليه ارقام فلكيه؟ لانك الانبوبه اصلا مكونه من صوديوم، يعني محلول من الصوديوم هيبرين. انت متخيل؟ جيت انت تقيس صوديوم، يعني صوديوم الهيبرين مع صوديوم البيشنت بتاعك، فطلع ارقام فلكيه. فعشان كده قال لك لا، احنا خلينا في ايه، نشتغل على التحليل الالكترولايت عامه بانبوبه السيرم. هنعرف يعني ايه سيرم شويه كده. نشتغل منها كومون تيست معينه اللي هي البلاد جاز، اللي هي تحاليل كاريوتايبنج، تحاليل خاصه بالوراثه. في حاجه مهمه برضو كده عايز اقول لك عليها. سحبت عينه على هيبرين، وليكن هنضرب مثل تحليل اي بي جي، اكيد معظمنا سمع تحليل اي بي جي. تحليل اي بي جي قال لك ايه، انت مجرد ما تسحب تحليل اي بي جي على السرنجه المهبرنه بتروح فين؟ بتروح على المعمل على طول. ليه بيقول لك انت بتروح على المعمل على طول؟ لانك انت ممكن لو استنيت تلاقي الدم اتجلط، فانت كده ما عملتش حاجه من عندك، سحبت دم على الفاضي. فاحنا عشان ننجز، الهيبرين بيمنع تجلط الدم لفتره معينه، لليمتد بيريد، يعني ايه لفترات محدده. فهمنا الحته دي عشان الحته دي مهمه. يعني معظمنا بيقول ايه نزل التحليل المعمل على طول، انت مش عارف ليه بتنزل التحليل المعمل على طول، عشان خاطر كده. نيجي بقى لاهم تيوب معانا، الماده اللي جواها. يا ترى ايه الماده اللي جواها؟ قال لك دي ما فيهاش مواد. هنا بقى نبتدي نجمع الكلام اللي احنا قلناه. نجمع الكلام اللي احنا قلناه ازاي؟ انت لو جيت جبت دم في تيوب فاضيه زي ما قلنا في اول الفيديو، الدم هيتجلط. هتقول لي طب بس الانبوبه دي ناعمه قوي، الدم هيتجلط ازاي؟ اقول لك ما احنا قلنا ان الوعاء الدموي اللي بيمشي فيه الدم داخل جسم الانسان اسموس لدرجه يعني ناعم نعومه رهيبه. يعني سبحان الله، ربنا خلى لك الوعاء الدموي ناعم، انعم من التيوب اللي انت شايفها دي. فما بيتجلطش هنا بس، بيتجلط في التيوب دي ما فيهاش حاجه. فالدم اول ما طلع اتنشط عن طريق السطح الخشن. هتقول لي خشن؟ دي الانبوبه ناعمه. اقول لك اه دي خشنه بالنسبه للوعاء الدموي، الانبوبه دي خشنه. فالدم اتجلط، يعني في فاكتور اتنشط، وبالتالي سلسله التجلط ايه اشتغلت. طب هتقول لي طب انا دلوقتي هستفاد اما الدم يتجلط؟ هقول لك هتستفاد. انت في الايديت انت كنت بتمنع الدم عشان تشوف الدم ككل، خلايا دم حمراء وخلايا دم بيضاء وصفائح دمويه وبلازما وكل الحاجات وبلازما. لكن هنا انت في التيوب دي انت محتاج ايه؟ انت محتاج تفصل كل الخلايا عن بعض عشان تشوف السائل اللي انت عايز تشوف فيه بقى ايه، المعادن، تشوف فيه تشوف فيه بقى سكر، تشوف فيه تشوف فيه كل الحاجات دي. غير الدم عايز تشيل كل الحاجات دي بالجلطه بكل الحاجات دي. هتقول لي طب ما انا كده مش فاهم حاجه بقى، يعني ايه سيرم اصلا؟ هقول لك هتفهم يعني ايه سيرم ويعني ايه بلازما. في حاجه السيرم هو البلازما ما عدا فرق واحد بس، هفهمه لك في فيديو معين تاني. بس انا عايزك تبقى فاهم حاجه مهمه بقى دلوقتي. انا لو جبت تيوب اديت او جبت تيوب ستريت او جبت اي تيوب فيها ماده منع للتجلط، خلاص كده اي تيوب فيها ماده منع للتجلط، وجبت لك التيوب اللي قدامك التيوب الحمراء اللي هي التيوب السيرم، وجينا فصلناهم في جهاز الطرد المركزي، الثلاثه هينزل كل التيوبات هتنزل الخلايا الدم الحمراء تحت، كل الخلايا تحت، وتسيب لك فوق السائل. نيجي نشوف طب السائل ده اسمه ايه. هقول لك والله التيوب اللي فيها الماده المنع للتجلط هسمي السائل بتاعها بلازما، التيوب اللي ما كانش فيها ماده منع للتجلط هسمي السائل بتاعها سيرم. هتقول لي طب ايه الفرق؟ هقول لك الفرق هتعرفه الفيديو ان شاء في فيديو جاي ان شاء الله هتعرف الفرق، عشان انا عايز اخليه في فيديو لوحده عشان ده مهم. يعني ده مهم بس انت تبقى فاهم. انا لو حطيت التيوبات دي كلها في جهاز الطرد المركزي، هطلع من التيوبات اللي فيها انتي كواجولانت هطلع منها السائل بتاعها هطلعه بلازما، والتيوبات التانية هطلع منها سائل، او التيوب دي هطلع منها سائل اللي هو ايه السيرم. تشوف فيها بقى تحاليل الالكترولايت املاح، تشوف فيها تحاليل السكر، تشوف فيها تحاليل الانزيمات، تشوف فيها تحاليل الهرمونات، تشوف فيها تحاليل المناعيه. فعشان كده انت عايز تشوف حاجه على وضوح. هتفهم معنى سيرم وبلازما في فيديو جاي، بس انت اهم حاجه تعرف ان التيوب دي ما فيهاش اي ماده مانعه للتجلط. البريبريشن بتاعتها انت ما بتجيبش حاجه، انت بتجيب تيوب فاضيه تحط فيها دم بس. وزي ما احنا قلنا الميكانيزم اوف اكشن، احنا قلنا الجلطه بتحصل ازاي، نورمال، حاجه نورمال. انت مجرد ما بتطلع الدم يلامس سطح خشن الدم بيتجلط تلقائي.
فبتاخد التيوب دي تفصلها، بتنزل لك تحت خلايا كل خلايا الدم، وتطلع لك فوق السيرم بتاعها. البريبريشن زي ما احنا قلنا، البريبريشن بتاعتها احنا ما بنعملش حاجه، احنا بنجيب الدم نحطه في التيوب، نسيبه مده من الوقت، يعني انت ايه، ربع ساعه، ربع ساعه، نص ساعه بالكتير، لحد ما الدم يتجلط تماما تماما. تسيب التيوب واقفه زي ما هي، الدم يتجلط، وبعد كده تبتدي تفصل الانبوبه، تنزل الدم تحت وتخلي السائل فوق. وقلنا اشهر التحاليل بتشتغلها معظم الكلينيكال كيمستري، كلينيكال كيمستري مهم بتشتغلها منها الهرمونات، السيرولوجي، الامينولوجي، تيومر ماركر دلال الاورام. في بقى حاجه مهمه عايز اقول لك عليها بخصوص التيوبات اللي هي ما فيهاش مواد منع للتجلط. احنا قلنا التيوب الحمراء ما فيهاش ماده منع للتجلط، بس لو انا جيت قلت لك لا، هي فيها ماده بتنشط التجلط. في تيوبات كده، في شركات بتطلع تيوبات بتبقى موجوده فيها ماده ثرومبين. الثرومبين ده لو متنشط هينشط مين؟ هينشط الفايبرينوجين اللي موجود في الدم، يحوله لفايبرين، وبالتالي الجلطه تشتغل. فهو حاطط لك ثرومبين جاهز متاكتف. هو بيسرع لك عمليه التجلط، بحيث ان انت عشان تستنى الدم يتجلط في التيوبه دي ممكن ياخد له ربع ساعه، تلت ساعه. طب انا ممكن احط الثرومبين ده هينشط الدم في بالكتير 5 دقايق. في تيوبات تانية فيها مادة السيليكون. مادة السيليكون دي برضو حاجة شبه كلوت اكتيفيتور كده، بتخلي الدم يتجلط بسرعة. اخر بقى حاجة اللي هي الجيل كونتيننج تيوب. لما اجي انا اقول لك اسحب لي عينية الدم، انا هسحب عينية الدم على تيوب حمراء، لا، اقول لك اسحبها لي على تيوب جيل. ليه تيوب جيل؟ قال لك التيوب جيل دي بتبقى تيوب برضو ما فيهاش اي مواد خالص، بيحطوا في اسفلها مادة الجيل. ايه فكرة مادة الجيل دي؟ انا التيوب دي اما احط الدم فيها هيتجلط، هاجي افصله. مادة الجيل دي بتطلع حسب الكثافة، بتفصل بين الدم والسيرم. هتقولي بتفصل ازاي؟ هقول لك استنى، ما انا هقول لك. البلاد دوت كثافته تقيله، بالنسبه لماده الجل البلاد كثافته اتقل، فالبلاد يروح نازل تحت بعد الطرد المركزي. وهتقولي طب الجل طلع فوق، طب السيرم؟ هقول لك ما الجل دوت كثافته اتقل من السيرم، فيبقى هو الموجود في النص. فانت كثافه البلاد اكبر من كثافه الجل، اكبر من كثافه السيرم، فيبقى في 3 طبقات: بلاد تحت، الجل في النص، السيرم فوق. فانا كده فصلت بينهم بالجل. هتقولي طب ايه الهدف؟ هقول لك الهدف والله ان انا فصلت لك بين الدم والسيرم، عكس التيوب السيرم. التيوب اللي هي لونها احمر، التيوب اللي لونها احمر بتفصل الدم عن السيرم، بس الاتنين فوق بعض، فوارد انت لو قلبت التيوب الاتنين يختلطوا ببعض تاني، فتحتاج تفصل تاني، فالدم يحصل فيه مشكله. عكس التيوب السيرم، تيوب السيرم انا فصلتهم خلاص، السيرم بعد عن البلازما، فانا بقيت شغال شغل نقي تمام. فعشان كده معظم الناس بتحب تسحب على التيوب دي بالذات. مادة الإيديتا لونها موف، بتحتوي على مادة البوتاسيوم إيديتا، قلنا مفضلة عن الصوديوم إيديتا ليه؟ لأنه بيدوب بسرعة، فبالتالي يمنع تجلط الدم أسرع. تاني تيوب قلنا الستريت، دي فيها مادة الصوديوم ستريت، بيمنع تجلط الدم. بتستخدم في تحليل السيولة. قلنا الفرق بينها وبين الإيديتا إن الصوديوم ستريت از ويكر ذان الإيديتا. عشان از ويكر ليه؟ لأنها بتشتغل ريفرسبل، لو جينا حطينا عليها من بره كالسيوم تبتدي ترجع تاني الدم يتجلط، فبتساعدنا ان احنا نشتغل تحاليل السيوله. بعد كده اتكلمنا عن الانبوبه الرماديه، دي بتستخدم في تحليل السكر. والتيوب الخضراء دي تيوب الهيبارين، بيستخدموها في تحليل غازات الدم وتحاليل الكرياتين، تحليل الوراثه. الانبوبتين اللي فوق دول اللي هو الانبوبه اللي هي لونها اصفر، والانبوبه اللي لونها احمر، الاثنين شبه بعض بالظبط. ايه الفرق بينهم هما الاثنين؟ الانبوبه اللي لونها اصفر دي فيها ماده الجل، تفصل الدم عن السيرم، وبالتالي تحافظ لك على كواليتي السيرم، فتعرف تشتغل منه على وهو نقي يعني لكن الانبوبه الحمراء دي ممكن لو قلبت اتقلب بعد الفصل، تحتاج تعيد الفصل تاني. فاهمني؟ بس كده. الناس اللي هي بتيجي بقى تسحب الانابيب ديت، سواء الانبوبه الموف او الستريت او الانبوبه اللي هي الرمادي او الانبوبه اللي هي الخضراء، اللي هم فيهم مواد منع التجلط، انت مش محتاج تمسك التيوبه تروح هابط كده، انت عارف كانك بتقلب ازازه ميه حاجه كده، لا، انت مش محتاج تعمل كل ده. انت محتاج اللي هو انت بتسحب عين الدم، بتحطها لحد العلامه بالظبط، تروح عامل ميكس 5 6 مرات كده، ميكس بسيط، كل الانبوب اختلط بالمواد اللي على الجدار، خلاص انت وتثبت الانبوبه واقفه كده، خلاص انت مش محتاج تعمل حاجه تانية. هتقولي طب انا لو عملت كده ايه اللي هيحصل يعني؟ هقول لك ما اللي هيحصل، انت بتكسر الخلايا، انت كانك بترج ازازه، انت بترج خلايا ضعيفه، خلايا بالملايين حجمها صغير، انت متخيل ده؟ فانت عمال تقلب كده، تقلب تقلب تقلب، فانت بتكسر الخلايا، فبالتالي انت بتفقد خلايا كتير، فانت بتطلع المواد اللي جوه الخلايا، فانت ممكن تعمل هيمورسيس. يعني ايه هيمورسيس؟ ان الدم بيتكسر فبيطلع المحتويات اللي جواه، فانت بتفقد جزء من الخلايا اللي هي المفروض تتقاس، واللي انا محتاجها واللي انا محتاج اشتغل عليها. فاي حد بيسحب على التيوبات ديت، اللي انت محتاج تقلب 5 ل6 مرات، يعني 5 مرات بالكتير، 6 مرات، اللي هو مجرد ما تشوف بعينك ان الدم خلاص اختلط بكل المواد المانعه للتجلط جوه التيوب، مش محتاج تعمل حاجه تانية، وتثبت الانبوبه بتاعتك وخلاص.
لكن في معلومه عايز اقول لكم برضو عليها في الانبوبه اللي هي بخصوص الانبوبه اللي هي صفراء او الحمراء. احنا قلنا الاثنين واحد، والاثنين بيطلعوا لي ماده اسمها السيرم، بيطلعوا لي ماده سيرم بعد الفصل. الفرق بينها وبين الانبوبه اللي هي الرمادي، هقول لك انا ممكن اشتغل من الحمراء او الصفراء دي تحليل السكر، والرمادي دي مخصصه للسكر. هتقول لي ازاي؟ هقول لك بس في شرط. الانبوبه الرمادي احنا اتفقنا اللي هي بتحافظ على السكر ان هو ما يتحللش، عن طريق ان هي بتوقف انزيم الانوليز، وبالتالي السكر تركيزه هيفضل ثابت. لكن لو انا جيت سحبت عينه دم على انبوبه الحمراء تقول لي اشتغل منها سكر؟ يعني انا سحبت عينه دم على التيوب الحمراء وسبتها وقت طويل ما فصلتهاش، يعني ما فصلتش خلايا الدم الحمراء عن السيرم. طب ازاي؟ هقول لك، ما خلايا الدم الحمراء دي لو انا سبتها في السيرم، خلايا الدم الحمراء دي هتستهلك السكر، ما خلايا عايزه تعمل اوكسيديشن فعايزه تستهلك سكر. فاذا لو انا جيت سحبت عينه دم على انبوبه حمراء وسبتها فتره طويله وبعد كده جيت فصلتها واشتغلت منها سكر، هلاقي السكر قليل جدا، لان السكر استهلك عن طريق خلايا الدم الحمراء، لان مفيش ماده تحافظ على الانوليز ما يشتغلش، عكس الانبوبه الرمادي. فانت فانت يعني الانبوبه الرمادي لو سبتها مع الوقت عادي مش هيحصل اي حاجه، هتشتغل منها تحليل السكر من غير ما يحصل اي حاجه، لان الانوليز المسؤول عن العمليه بتاعه تحلل السكر موقوف. فانت لو اتزنقت خالص وعايز تشتغل من الانبوبه اللي هي الصفراء، انت مجرد ربع ساعه نص ساعه الدم يتجلط تماما، افصلهم عن بعض. مجرد ما تفصل عن بعض الخلايا الدم الحمراء بعدت عن السيرم، خلاص السيرم بتاعك ما بقاش فيه خلايا تستهلك الدم بتاع تستهلك السكر بتاعه، فتشتغل منها زي ما انت عايز. لكن انت الانبوبه الرمادي انت بتسيبها وقت عادي، انت كده كده مطمن ان السكر مش هيتحلل لو عملت ايه، خلاص فتيجي تفصلها بعد كده وتاخد البلازما بتاعتها تشتغل منها السكر. فدي كانت معلومه عايز اقول لكم عليها برضه. احنا كده وصلنا لنهاية الفيديو. انا بس عايزكم لو تكتبوا بس كل حاجة اتقالت في الفيديو، تكتبوا مثلا الملاحظات اللي انا قلت عليها، تكتبوا كل تيوب قدامكم، تكتبوا ورقة كده فيها كل التيوبات عشان تبقى قدامكم لو احتجتوها بعد كده.